السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي طلاب اولى ثانوي لغات في جميع انحاء جمهورية مصر العربية. حابب اقول لك ان احنا لينا خطة مع بعض هنمشي بيها. قبل اي ليسون هنشرحه في شوية كلمات لازم نحفظهم. تمام. يبقى قبل ما ابدا الليسون هجيب كلماته نحفظه ونقرا الكلمات بتاعته المهمة فيه عشان بتعتبر بالنسبة لنا كلمات مفتاحية للإجابة. بعد كده بنشرح الدرس وبعد كده بنخلصه. يلا بينا. طيب بالنسبه لليسون 1 فانا هجيب الكلمات بتاعته. اول حاجه عندنا كلمه اسمها خطوط الاتصال. خطوط الاتصال يعني كوميونيكيشن لاينز. كوميونيكيشن ايه؟ لاينز. كوميونيكيشن لاينز. تبادل البيانات اكستشينج داتا. يبقى تبادل البيانات اكستشينج داتا. ليميتد اريا يعني منطقه محدوده. موجات الراديو يعني راديو ويفز. منطقة أوسع border area. مزود خدمة إنترنت اللي هو اسمه ال ISP. عندنا اسمه ISP وده اختصار لكلمة أو جملة اسمها انترنت سيرفيس بروفايدر. حلو. بعد أو يعيد توجيه البيانات. يعني realize and forwards. ماشي. جهاز مركزي سنترال ديفايس. طيب خادم الملفات فايل سيرفر. خادم الطباعة برينتر سيرفر. بعد كده عندنا خادم البريد الالكتروني ميل سيرفر. يلا بينا بقى نبدا شرح الدرس. صلي على سيدنا النبي. الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ عن نتوركس. حلو. قال لي اول نتورك هيتكلم عنها اسمها كوميونيكيشن نتورك. ديت يا صاحبي ببساطه دي بتاعت التليفونات المحمول والتليفونات الارضي. الكوميونيكيشن نتورك ديت اولا عايز اعرف كلمه نتورك يعني ايه نتورك او يعني ايه شبكه. ببساطه انا عندي النتورك والشبكه عبارة عن أكتر من جهاز مربوطين ببعض من خلال الشبكة. ليه؟ لتبادل المعلومات. يبقى أنا بعمل النتورك ليه أو بعمل الشبكة ليه؟ عشان أقدر أبادل المعلومات. يعني أقدر اكستشينج داتا. داتا. حلو قوي الكلام ده. يبقى أنا بعمل الشبكة ليه؟ عشان اكستشينج داتا. يبقى تاني لو جيت سألتك في أي وقت من المحاضرة وقلت لك يا أخويا رد عليا وقول لي إحنا ليه بنعمل النتورك؟ عشان تقول لي اكستشينج داتا. عشان بنعمل إيه؟ اكستشينج داتا. يبقى إحنا ليه بنعمل النتورك؟ عشان يبقى فيه اكستشينج داتا بين الأجهزة. ماشي. وقال لي إن أول شبكة عندنا معمولة اسمها انفورميشن اند كوميونيكيشن نتورك ودي ببساطة بتاعت التليفونات والتليفون الارضي. تعال نقراها وبعد كده نشرح. بيقول لك النتورك such as a web that uses communication lines. يبقى هي بتستخدم communication lines خطوط الاتصال. بتستخدم communication lines. بتستخدم ايه؟ communication lines خطوط الاتصال. ليه؟ to transmit data او information. او لو انت حفظتها مني بقى اكستشينج داتا. يبقى الاثنين نفس المعنى. والله انا عامل شبكه هنا في الكوميونيكيشن نتورك بستخدم فيها كوميونيكيشن لاينز. ليه؟ تو ترانسميت انفورميشن يعني اكستشينج داتا. نفس المعنى. حلو. يبقى دي اول شبكه عندنا. طب تاني شبكه عندنا اسمها كمبيوتر نتورك ودي اللي احنا بنستخدمها في الانترنت. بص معايا كده. بيقول لك a system that connected information communication devices. دي بتستخدم الكوميونيكيشن ديفايسز. بتستخدم الاجهزه. ليه؟ بيقول لك الاجهزه زي الكمبيوتر وزي السمارت فون. ليه؟ تو اكستشينج داتا. يبقى انا عندي اساس وببني عليه. اي نتورك في الدنيا انا بعملها عشان اكستشينج داتا. حلو. واحده بتستخدم الكوميونيكيشن لاينز خطوط الاتصال علشان اكستشينج داتا وواحده بتستخدم الديفايسز علشان الاكستشينج داتا. بتاعه الكمبيوتر بتستخدم الديفايسز.
طب بتاعه الانفورميشن اند كوميونيكيشن بتستخدم الكوميونيكيشن لاينز. حلو قوي. طيب انا عندي انواع من الشبكات، تعالى نتكلم عليهم الاول بعد كده اخش اشرحهم لك. صلي على سيدنا النبي. لو انا ماشي او بقى لو انا قاعد في البيت ومتصل على شبكه الواي فاي بتاعه البيت، انا دلوقتي على ايه؟ على الواي فاي بتاع البيت. حلو قوي. وانا في البيت الشبكه بتاعه الواي فاي قويه جدا. اول لما بنزل من البيت وبمشي وبسيب البيت الواي فاي بيفصل. ايه ده؟ ليه فصلت؟ عمرك سألت نفسك؟ هتقول لي عشان مشيت من البيت، مشيت من الشبكه، خلاص مش لقطه. صح. تعرف نوع النتورك دي ايه؟ تعرف نوع الشبكه دي ايه؟ اقول لك انا. النوع بتاع الشبكه دي اسمها لان. لان دي ببساطه شبكه صغيره في مكان صغير. شبكه صغيره في مكان ايه؟ صغير. يبقى الشبكه اللان دي اسمها لوكال اريا نتورك. الشبكه الصغيره بتاعت المكان الصغير زي البيت وزي المدرسه دي اسمها ايه؟ لان. اسمها ايه؟ لان. اسمها ايه؟ لان. حلو. وعندي نوع شبكه تاني اسمه وان. دي العكس. لو الشبكه الصغيره في المكان الصغير اسمها لان، يبقى الشبكه الكبيره بتاعت المكان الكبير اسمها ايه؟ وان. وهي شبكه كبيره بتحتوي على مكان كبير. زي ايه يا هندسه؟ زي الانترنت. بمعنى مش فاهم. انا دلوقتي يا اخويا لو واقف في اي حته في الشارع وفتحت داتا هلقط نت ولا مش هلقط؟ هلقط. طب هتقول لي طب ما انا في الواي فاي كنت باخد نت، بس الواي فاي كان شبكه لان. هنا بقى هكلمك عن الانترنت. ذا انترنت. انا دلوقتي الانترنت ده هندسه انت بتقول لي ان هو شبكه وان. ليه؟ علشان انا مثلا ببقى في اي حته بفتح داتا بيلقط. حلو قوي. هو ايه الانترنت؟ تعال نقراه بعد كده نتكلم عنه. بيقول لك a global network، شبكه عالميه that connects LANs and WANs. يبقى هي بتربط ما بين اللانز والوانز. مش فاهم؟ افهمك. انا دلوقتي لو في البيت على شبكه صغيره في مكان صغير كده لقط ايه؟ من الواي فاي لقط نت. كده النت بقى شبكه ايه؟ لان. طب لو نزلت الشارع ومشيت ولقطت نت، يعني فتحت داتا من اي حته، هلقط نت ولا مش هلقط نت؟ هلقط نت. اذا يبقى انا في مكان واسع بلقط نت من اي حته، يبقى على شبكه اسمها ايه؟ وان. يبقى وانا في البيت لقط نت من الواي فاي شبكه لان. لما نزلت الشارع وفتحت داتا من اي حته في الشارع كده بقيت في مكان اوسع بكتير بلقط نت من اي حته، بقيت في شبكه وان. كده يبقى الانترنت ربط ما بين اللان والوان. ربط ما بين اللان والايه؟ والوان. يبقى يجي يقول لك جلوبال نتورك ذا كونكتس لان اند وان. لان اند وان الاثنين مع بعض يبقى مين؟ الانترنت. طب بص بقى السؤال ده، لو جه سالك على الانترنت بصفه شخصيه، لو قال لك ايه هو طيب الانترنت؟ هتقول له وان. يعني لو جه سالك عن الانترنت بصفه شخصيه وقال لك هو ايه؟ تقول له وان. لكن تعريفه هو كونكتس لان اند وان. كونكتس لان اند ايه؟ اند وان. حلو قوي. طب عايز اراجع الحته دي. شبكه صغيره في مكان صغير يبقى اسمها ايه؟ لان. طب شبكه كبيره في مكان كبير اسمها وان. طب اراجع على حاجه ثانيه فوق عشان اخش على الجديد. دلوقتي information and communication network دي uses a communication lines ليه؟ to transmit information او to exchange data. دي الكوميونيكيشن نتورك. حلو. طب الكمبيوتر نتورك uses ايه؟ uses devices زي الكمبيوترز والسمارت فون to exchange data. to ايه؟ exchange data. صلي على سيدنا النبي. أنا عايز برضو أتكلم عن النت. How to connect to the internet. يعني إيه هندسة؟ أفهمك الأول. صلي على سيدنا النبي. تخيل معايا إن أنا جبت بيت جديد على المحارة ما فيهوش نت، وأنت أخويا يا مهندس حبيت أقول لك بسألك سؤال. أنا بيت عندي ما فيهوش نت، إيه أول خطوة لازم أعملها علشان أدخل النت عند البيت؟ يلا فكر كده ثانيتين. هتقول لي هندسة أنت لازم تروح الشركة تشترك في النت. لازم اروح ايه؟ الشركه.
يبقى اول خطوه انا محتاجها الاي اس بي. محتاج الايه؟ الاي اس بي. طب ايه هي الاي اس بي؟ ده مقدم الخدمه. زي مين؟ زي وي واورنج واتصالات. الناس دي كلها مقدمين الخدمه، اسمهم ايه؟ اي اس بي. اسمهم ايه؟ اي اس بي. حلو. وبعد ما اقدم في النت هيدوني حاجه اسمها راوتر. الراوتر دوت تاني حاجة أنا بحتاجها a device that relies and forwards data. يبقى هو الراوتر ده عبارة عن إيه؟ relies and forwards data. يعيد توجيه البيانات. relies and forward data. relies and forward data. relies and forwards data. حلو. طيب تخيل معايا أنا كده دخلت النت في البيت بالاي اس بي اللي هي شركة النت والراوتر. الاي اس بي اللي هم اكمبانيز اللي هي الشركه اكمباني. حلو. طيب وتاني حاجه الراوتر اللي هو ريلايز اند فورورز داتا اللي هو جهاز توجيه البيانات. حلو. انا كده دخلت النت في البيت. طب لو انا عندي شركه، الشركه دي عباره عن 4 ادوار وكل دور فيها 20 جهاز. طبعا الواي فاي بتاع الراوتر مش هيلقط في الاربع ادوار كلهم. لو لقط في الدور الاولاني مش هيلقط في الدور الثاني، صح؟ الواي فاي محدود وفي اجهزه النت فيها هيكون ضعيف جدا. طب انا عشان اخلي كل الاجهزه دي النت فيها قوي محتاج حاجه اسمها هاب. محتاج حاجه اسمها ايه؟ هاب. طب الهاب ده عامل زي ايه؟ عامل زي مشترك. يعني باخد النت من الراوتر وادخله في الهاب. الهاب ده بيبقى فيه مخارج كتيره، اقدر اوصل اسلاك كتيره. اوصل اسلاك كتيره لمين؟ الاجهزه بتاعتي. حلو ان انا اقدر اوصل اجهزه باسلاك كتيره. تمام. يبقى الهاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن مشترك. عباره عن ايه؟ عباره عن مشترك بيوصل اكتر عدد من الاجهزه. حلو. كده انا دخلت النت. يبقى اي اس بي راوتر هاب. اي اس بي راوتر هاب. في حاجه كمان عايز اتكلم عليها. انا عندي نوعين من التوصيل، حاجه اسمها وايرد لان وحاجه اسمها وايرلس لان. صلى على سيدنا النبي. لو انا عندي راوتر في البيت في طريقتين من التوصيل. ممكن اجيب سلك واوصل الراوتر باللابتوب بتاعي، او اللابتوب اوصله بالواي فاي. كده وصلته سلكي ولا سلكي، يعني وايرد او وايرلس. وايرد او وايرلس. والله بيقول لك الوايرد ده بيستخدم الكيبلز. طب الوايرلس بيستخدم ايه؟ راديو ويفز. بيستخدم ايه؟ راديو ويفز. هو ده اللي انا عايزه. يبقى الوايرد بيستخدم كيبلز. يعني ايه كيبلز؟ الاسلاك. حلو. حلو. طيب الوايرلس بيستخدم راديو ويفز. زي ايه؟ زي الواي فاي. حلو. حلو. صلي على سيدنا النبي. صلي على سيدنا النبي. دلوقتي انا عايز اتكلم عن نقل البيانات او نقل المعلومات بين الاجهزه وبعضيها. بمعنى احنا عندنا نقل البيانات طريقتين، لازم حضرتك كمهندس لازم تكون عارفهم. صلي على سيدنا النبي. دلوقتي حضرتك لو زميلتك او زميلك صورك بالتليفون بتاعه الايفون صوره وانت روحته وانت قعدت تتذلل له، ابعت لي الصوره، ابعت لي الصوره. هيبعت لك الصوره على ايه؟ صح، هيبعتها لك على الواتساب. طب ما تصلي على سيدنا النبي بقى. يعني ايه هيبعت لك الصوره على الواتساب؟ ده ليه نوع عندنا؟ ده ليه نوع عندنا. طيب نوعه ايه؟ نوعه كلاينت تو سيرفر. يبقى نوع التوصيل اللي تم اسمه كلاينت تو سيرفر، وده بيتم النقل ما بين الكلاينت اللي هو سيادتك والسيرفر اللي هو مين؟ اللي هو الواتساب. حلو. طيب تخيل معايا لو انتوا اتنين مع بعض في نفس المكان وهو صورك بتليفون الايفون وانت برضو معاك تليفون ايفون، فانتوا اتنين مع بعض ومش معاكوا نت، ممكن يبعتها لك ازاي؟ يبعتها لك اير دروب، صح؟ طب لو انت تليفونك اندرويد وهو تليفونه اندرويد ممكن يبعتها لك ازاي؟ عن البلوتوث، صح؟ ممكن يبعتها لك بالبلوتوث بدون استخدام نت. حلو. طيب انا قلت بص اندرويد او اندرويد او ايفون وايفون، يبقى العمليه دي اسمها بير تو بير. اسمها ايه؟ بير تو بير. لازم الاجهزه فيها او الديفايسز تكون ايكوال. لازم الاجهزه او الديفايسز تكون ايكوال. صلى على سيدنا النبي. احنا كده خلصنا ليسون 1 وداخلين على ليسون 2، ودلوقتي هنشرح مع بعض ليسون 2. صلى على سيدنا النبي. ليسون 2 بيتكلم عندنا عن حاجه اسمها الاي بي ادرس اند دومين نيمز.
طيب سيبك من البرمجه وسيبك من النت وسيبك من الكلام ده كله وسيبك من الاي بي ادرس. انا عايز اتكلم معاك شويه عن زمان. ارجع بالزمن كده لافلام ابيض واسود. افتح كده فيلم الابيض واسود لعبد الحليم، هتلاقيه عشان يتواصل مع حبيبته كان بيعمل ايه؟ كان بيكتب جواب ويحطه في الظرف ويقفل الظرف. عشان الظرف ده يوصل لحبيبته كان بيكتب عليه ايه؟ اكيد مش الاسم، اكيد مش الاسم. افرض حبيبته اسمها ملك، في كام واحده اسمها ملك في مصر؟ ها يا ندل. طيب كان بيعمل ايه صاحبك عبد الحليم؟ كان بيكتب العنوان بتاعها عشان الجواب يوصل حبيبتي، ويقعد بقى يقول اللي في قلبه. عشان الجواب يوصل لازم يكتب عنوانها صح. تخيل معايا كده لو حبيبته عزلت، الجواب ده هيوصل؟ مستحيل. يبقى انا عندي مبدأ عايز اتكلم بيه. احنا كبشر اهم حاجة عندنا عشان نتواصل مع بعض هي عناوين بعض. هي ايه؟ عناوين بعض. حلو. حتى الان احنا كبشر عشان نتواصل مع بعض لازم نبقى عارفين عناوين بعض. يعني ايه يا هندسة؟ يعني انا عشان اكلمك على الواتساب وانت عشان تكلمني على الواتساب لازم يكون لجهازي عنوان ولجهازك عنوان. يعني ايه؟ يعني الاجهزه اللي في ايدينا كلها ليها عناوين اسمها اي بي ادرس. اسمها ايه؟ اي بي ادرس. اسمها ايه؟ اي بي ادرس. صلي على سيدنا النبي. هو ايه الاي بي ادرس ده هندسه؟ بص يا صاحبي، تعالى اكتب لك اي بي. ده مثلا اي بي في الدنيا ايا كان اي بي، ده اي بي. الاي بي ادرس عباره عن يونيك ايدنتيفيكيشن نمبر. يونيك ايدنتيفيكيشن نمبر. يبقى هو عباره عن ايه؟ يونيك ايدنتيفيكيشن نمبر. طيب لكل جهاز نمبر يونيك، يعني رقم خاص بيه. حلو حلو. طيب الرقم ده بيتكون من كام بلوك؟ تعالى اكتبه هنا. عندنا بقى دراسه شكل. بيتكون من كام بلوك؟ بص 1 2 3 4. كام بلوك؟ 4 بلوكس. بيتكون من كام بلوك؟ 4 بلوكس. نوعه ايه؟ نوعه اي بي في 4. نوعه ايه؟ اي بي في 4. نوعه اي بي في 4. حلو. كام بت؟ 32 بت. كام بت؟ 32 بت. حلو. يبقى هو كام بلوك؟ 4 بلوكس. بيتكون من كام بت؟ 32 بت. طيب حلو قوي. صلي على سيدنا النبي. انا دلوقتي خدت الاي بي. انا بقى عندي نوعين من الاي بي. والله عندي نوع اسمه جلوبال اي بي ونوع اسمه برايفت اي بي. الجلوبال اي بي ده الاي بي اللي بيستخدم على الانترنت. يعني اي بي جلوبال، اي بي عالمي بيستخدم عليه على الانترنت العالمي. طب عندي حاجه اسمها برايفت اي بي، ده بيستخدم على الشبكات اللان زي الواي فاي بتاع البيت. لو انا على شبكه واي فاي هسحب اي بي نوعه ايه؟ برايفت. طب لو انا على شبكه الانترنت عموما هسحب اي بي نوعه ايه؟ جلوبال. حلو قوي. صلي على سيدنا النبي. دلوقتي عايز اتكلم عن حاجه تانية. عارف اللينك ده؟ اكيد يا مستر ده جوجل. جوجل ليه اي بي، ولو يكن مثلا ده اي بي جوجل مثلا. يعني انا بقول مش هو، انا بقول مثلا بكتب اي رقم. انا عشان اخش على جوجل لازم اكتب الاي بي. طب انا لو سالتك سؤال قبل ما اوريك ان ده اي بي جوجل وسالتك ايه الرقم ده بيعبر عن ايه، هتعرف ترد؟ هتقولي لا يا مستر مش عارف ارد. حلو. طب انا عشان اخش على جوجل لازم اكتب الاي بي. طيب دلوقتي بنعمل كده؟ لا، دلوقتي بنكتب اللينك. طب عشان نبقى في لينك والعمليه تبقى سهله مع الناس عملنا حاجه اسمها دومين. هو ايه الدومين ده؟ اللي هو اللينك يا قلبي. الدومين ده اللي هو اللينك. الدومين ده اللي هو ايه؟ اللينك. بص بيقول لك a network such as a web
that uses communication lines to transmit information. هو الدومين ده هو اللينك الدومين ده ايه؟ اللينك. وده لوحده الاي بي، وده لوحده مين؟ الاي بي. انا لما بحجز السيرفر باخد اي بي وبعد كده بشتري دومين. بعد ما بشتري الدومين بيبقى لوحده والاي بي بيبقى لوحده. بربط ما بينهم بحاجه اسمها دانس. بربط ما بينهم بحاجه اسمها ايه؟ دانس. اهو ده الدومين وده الاي بي. انا عشان اربط ما بينهم بربط ما بينهم بحاجه اسمها دانس. بربط ما بينهم بحاجه اسمها ايه؟ دانس. صلي على سيدنا النبي. دلوقتي ده كلام ليسون 2، كلمات ليسون 2 الهامه لازم حضرتك تحفظها. حلو فانت خدها سكرين شوت واقعد احفظها. يبقى لما اجي اسالك مين اللي بيربط ما بين الاي بي والدومين؟ الدانس. مين اللي بيربط ما بين الاي بي والدومين؟ والدانس. طب الدومين ده عباره عن ايه؟ اللينكات. اي لينك ده الدومين. طب الاي بي دي الارقام اللي بتتكون من 4 خانات. وعايز اقول لك حاجه كمان، الار4 بلوكس كل بلوك او كل خانه بتتكون من 0 الى 255. يبقى بدايتها من 0 الى 255. حلو؟ يعني بتحتوي على رقم، البلوكايه الواحده بتحتوي على رقم من 0 ل 255 اخرها. حلو؟ صلي على سيدنا النبي عشان نخش على ليسون 3. ليسون 3. طيب ليسون 3 ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن البروتوكول. صلي على سيدنا النبي. قبل اي درس انا متعود اقول لك مقدمه تسهل علينا الدرس جدا. سيبك من البرمجه برضو وسيبك من اي حاجه. تعال نتخيل مع بعض ان احنا ماشيين بعربيه، والعربيه اللي احنا ماشيين بيها في الشارع ديت قابلتنا اشاره مرور نورت احمر. احنا دلوقتي هنعمل ايه بالعربيه؟ صح، هنقف. حلو. ولو جت اخضر هنمشي. مين اللي قال لنا كده؟ قوانين تنظيم المرور، الاتفاقيات والقوانين بتاعه تنظيم المرور. احنا متفقين لو جت احمر دول هيقفوا ودول هيمشوا، لو جت اخضر احنا نمشي والتانيين يقف. دي اتفاقيات وقوانين المرور. تعالى بقى نتكلم مع بعض هنا عن البروتوكول وافهمه لك. صلي على سيدنا النبي. نفس النظام، البروتوكول ده شويه قوانين واتفاقيات داخل الشبكه. شويه قوانين واتفاقيات داخل ايه؟ الشبكه. يبقى تعالى كده اقرا لك الايه؟ المفهوم بتاعه. بيقول لك a common agreement in information and communication network. هي اتفاقيات بين الشبكات وبعضها. اتفاقيات بين الشبكات ايه وبعضها. يبقى البروتوكول a common agreement in information and communication networks. طب صلى على سيدنا النبي. انا عندي انواع من البروتوكول. اول نوع عندي اسمه التي سي بي، ترانسميشن كنترول بروتوكول. وده من كلمته او من المصطلح بتاعه، ده المسؤول عن توصيل المعلومات او توصيل الانفورميشن. حلو. يبقى ده المسؤول عن التوصيل. تعال نقرا بقى. A protocol that devices the data to be sent into packets. sent into ايه؟ packets. بيرسل الداتا على هيئة packets. بيرسل الداتا على هيئة ايه؟ packets. It arranges the reserved packets in order. تمام. It requires the retracement of any packets that were lost. يعني ده المسؤول عن أي باكيت بتفقد during communication أثناء الاتصال. بس اللي أنا عايز أقوله لك اختصارا للكلام ده sent into packets. data to be sent into packets. دي اللي تخلي بالك منها قوي. طيب تاني نوع اسمه اليو دي بي. اسمه ايه؟ يو دي بي، يوزر داتاجرام بروتوكول. A protocol that emphasizes sending data in real time. ده بيرسلها في نفس الوقت. في الريل تايم. صلى على سيدنا النبي. ده بيرسلها بيتأكد من الوصول في الوقت الفعلي. اهم حاجه بالنسبه له السرعه. اليو دي بي ده اهم حاجه بالنسبه له الايه؟ السرعه. ماشي. طيب ده بستخدمه في الايه؟ بستخدمه في الستريمينج فيديو وفي الالعاب الاونلاين. تمام؟ الاونلاين جيمز. يبقى اليو دي بي ده اللي بلعب بيه. اليو دي بي ده اللي بعمل ايه؟ بلعب بيه. بستخدمه في الستريمينج فيديو وفي الاونلاين جيمز. وده بيتاكد من البيانات توصل في الوقت الفعلي في الريل تايم. حلو قوي. طيب
بعد كده عندي النوع الثالث اسمه اي بي. اسمه ايه؟ اي بي. وده اللي بيدي عنوان اي بي للجهاز. ذا بروتوكول ذات اي بي ادرس. يبقى الاي اللي بيديني اي بي ادرس للجهاز اسمه ايه؟ اي بي. طب مين اللي بلعب بيه؟ يو دي بي. طب مين اللي بيوصل على هيئه باكيتس تي سي بي؟ مين اللي بيوصل على هيئه باكيتس تي سي بي؟ طب مين اللي بلعب بيه؟ يو دي بي. طب مين اللي بيدي عنوان اي بي للجهاز؟ اي بي. صلي على سيدنا النبي عشان نخش على اخر 2 ليسونز عندنا في شابتر 9. احنا كده خلصنا شابتر 8، هنخش على شابتر 9 نخلص الليسون بتاعت الداتابيز. صلي على سيدنا النبي. ودلوقتي هنبدا مع بعض ليسون 1 في شابتر 9. حلو. اهم الكلمات والمصطلحات خدها سكرين شوت ولازم تحفظها كويس جدا علشان هتفرق معانا جدا في الدرس. يلا نبدا الدرس. صلي على سيدنا النبي. اول حاجه وهو الداتابيز. ايه هي الداتابيز؟ صلي على سيدنا النبي. قبل ما اكلمك عن الداتابيز لازم افهمك اهميتها ايه، ولازم افهمك هي موجوده فين في حياتنا، عشان وانا بشرح لك تبقى مستوعب اللي انا بقوله. ببساطه يا صاحبي، احنا مفيش مكان بنخشه ملوش داتابيز. بمعنى انت يا باشا لو دخلت الجيم وخد منك بياناتك واداك اي دي، كده الجيم ده السيستم بتاعه هو الداتابيز اللي هي قاعده البيانات. طيب لو انت في مدرسه، فالمدرسه دي فيها قوائم وانت موجود في القائمه، يبقى المدرسه ليها قاعده بيانات، يعني ليها داتابيز. لو دخلت سوبر ماركت زي كارفور وانت بتسحب الحاجه او بتاخد الحاجه بتشتريها من الكاشير بيسكنها، فاذا كارفور ليه داتابيز. طيب اي حته في الدنيا ممكن تروحها ليها داتابيز. حلو قوي. يعني الداتابيز دي موجوده في حياتنا جدا، موجوده حوالينا في كل مكان. حلو. الداتابيز مانجمنت سيستم. ايه هي الداتابيز؟ بيقول لك اتس an organized collection of data. an organized collection of data هي مجموعه بيانات منظمه. مجموعه بيانات ايه؟ منظمه. مجموعه بيانات ايه؟ منظمه. حلو. طيب بيقول لك زي ايه؟ زي سمارت فون كونتاكت اللي هي جهات الاتصال. ماشي. والكمباني كاستمر انفورميشن. ماشي. طيب عايز اتكلم هنا على الداتابيز مانجمنت سيستم. داتابيز مانجمنت سيستم ده البرنامج يا صاحبي اللي بينظم وينشئ قاعده البيانات. يعني ايه؟ It's a system that creates, operates and manages database. ده اللي بيكريت الداتابيز. ده اللي بيكريت ايه؟ الداتابيز. ده البرنامج، ده السيستم، ده البرنامج اللي هو السيستم. الداتابيز مانجمنت سيستم اللي هي دي بي ام اس، ده الاختصار بتاعها، هو السيستم ده نفسه اللي بيكريت الداتابيز. حلو قوي. طيب صلي على سيدنا النبي عشان احنا عايزين ناخد اهم النقاط في الدرس. ندرس مع بعض تايبس اوف داتابيز اللي هي انواع قواعد البيانات. اول نوع اسمه هيراركيكال داتابيز اللي هو الهرمي. قاعده البيانات الهرميه، ودي تشبه التري اللي هي الشجره، او الهيراركيكال الهرم، شبه الشجره او الهرم. حلو. بعد كده عندي تاني نوع من الداتابيز اسمه نتورك داتابيز اللي هو الشبكه، نوع قاعده بيانات الشبكه. حلو. وبعد كده ثالث نوع اسمه ريليشنال داتابيز. ريليشنال داتابيز اللي هي علائقيه. وبعد كده النو سيكوال او ليها اسم تاني غير علائقيه، اسمها نو سيكوال. حلو قوي. طيب صلي على سيدنا النبي. احنا دلوقتي علينا دراسه ريليشنال داتابيز اللي هي قاعده البيانات العلائقيه، ودي عباره عن شويه جداول متربطه ببعض، وده هنعرفه في الدرس الجاي. يلا بينا نعرفه. صلي على سيدنا النبي. دلوقتي هنتكلم عن ليسون 2 في الداتابيز اللي هو ريليشنال داتابيز. صلي على سيدنا النبي بقى. A database where collected data organized and managed across multiple tables. هي عباره عن جداول، عباره عن tables. حلو. طيب التيبل بيتكون من الكولوم اللي هو فيلد، والرو اللي هو ريكورد. رو ريكورد يعني صف كده ريكورد. طيب لو عمود اسمه فيلدز، العمود بيتكون من ايه؟ من فيلدز. يبقى التيبل بيتكون من كولوم ورو. الكولوم فيلد والرو ريكورد. صلي على سيدنا النبي. وعلشان تفتكرها عشان ممكن تجيلك في اختر، الرو اللي هو الصف بيبتدي بحرف الار، صح؟
ده هيقول لك اسمه ريكورد ولا فيلد. الرو ار يبقى ريكورد، حلو. والكولوم فيلد، الكولوم فيلد، حلو قوي. صلى على سيدنا النبي. طيب انا عشان اعمل قاعده بيانات علائقيه او ريشنال داتابيز بحتاج ان انا اتعلم لغه اسمها لغه السيكوال. اسمها لغه الايه؟ السيكوال. اسمها لغه الايه؟ السيكوال. صلى على سيدنا النبي. اولا انا عندي في منهج ابريل حاجه بتتكلم عن الاي اي، عن الذكاء الاصطناعي. طيب هو الذكاء الاصطناعي دوت بيشتغل ازاي؟ قال لك والله الذكاء الاصطناعي ده هو بيقلد الانسان، يعني مش زيه. يعني هو بيعمل ايه؟ بيقلد الانسان. طب هو قائم على ايه؟ قائم على التنبؤ، البريدكشن. قائم على ايه؟ قائم على البريدكشن. طيب كلام جميل. يبقى هو بيستند على ايه الاي اي؟ بيستند على البريدكشن. تمام؟ تمام. قال لك والله ان الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا احنا كمبرمجين في انشاء مواقع او صفحات لمواقع. طيب زي ايه؟ قال لك والله يقدر يعمل صفحه ستاتيك، يعني صفحه ثابته. يعني ايه صفحه ثابته؟ قال لك والله هقول لك دلوقتي واشرح لك. طب بيعملها عن طريق ايه؟ قال لك بيعملها عن طريق ال HTML وال CSS. يكتب لك كود HTML و CSS. طب يعني ايه هندسه الكلام ده؟ صلى على سيدنا النبي. قال لك ان الصفحه الاستاتيك ديت عامله مثلا زي المواقع الاخباريه، زي اليوم السابع. بتلاقي الصوره وجنبها الكلام، او بتلاقي الصوره وتحتها الكلام، ايا يكن. المهم انها صفحه ثابته. يعني ايه صفحه ثابته؟ يعني ما بتتغيرش، ما فيهاش تفاعل، ما فيهاش انتراكتيف. ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش انتراكتيف. صفحه ستاتيك. حلو. قال لك والله ممكن هو نخليه يعمل لنا الصفحه بتاعت الموقع اللي احنا عايزينها، وفي نفس الوقت احنا ناخدها ونعدل عليها ونظبطها كده. يبقى هو وفر حاجتين، وفر وقت ومجهود. وفر ايه؟ وفر التايم. حلو حلو. طيب انا بقى عايزك تصلي على سيدنا النبي كده وتركز معايا. هو ممكن يساعدنا في صفحه غير ستاتيك؟ قال لك ممكن يساعدك في صفحه انتراكتيف. صفحه ايه؟ انتراكتيف. ازاي صفحه انتراكتيف؟ قال لك والله عن طريق ان هو بيكتب لك كود جافا سكريبت. كود ايه؟ جافا سكريبت. طب كلام جميل، كلام جميل قوي. ماشي. يبقى الاي اي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البريدكشن. حلو. في الصفحه الاستاتيك بتعتمد على HTML والسي اس اس. طب الانتراكتيف بيعتمد على ايه؟ على الجافا سكريبت. حلو جدا. صلي على سيدنا النبي. وخلي بالك ان الذكاء الاصطناعي قلت لك اول حاجه هو بيقلد الانسان، لكن هو مش انسان حقيقي. يبقى اذا هو نوت ريل هيومن. نوت ريل ايه؟ هيومن. حلو. انا بقى اخر حاجه في حته الذكاء الاصطناعي عايزك تعرفها، وهي ادواته. ادوات الذكاء الاصطناعي ايه؟ قال لك والله عندك شات جي بي تي، وده الاشهر حاجه غالبا دلوقتي، شات جي بي تي. وعندك جيميناي. يبقى عندك شات جي بي تي وعندك جيميناي. اذا تعالى نراجع الذكاء الاصطناعي. يبقى هو بيعتمد على البريدكشن. لو عمل لي بقى كمبرمج صفحه الموقع، اول صفحه كان اسمها ايه؟ صفحه ستاتيك بتعتمد على حاجتين، ال HTML والسي اس اس. طب لما اعتمدنا عليه وفر لنا ايه؟ وفر لنا التايم. وفر لنا ايه؟ وفر لنا التايم. حلو. طب لو عايزه ينشئ لي صفحه انتراكتيف، صفحه تفاعليه، من خلال كود اسمه جافا سكريبت. من خلال كود اسمه ايه؟ جافا سكريبت. حلو قوي. طيب الذكاء الاصطناعي الاي اي نوت ريل هيومن. نوت ريل ايه؟ هيومن. هو مش انسان حقيقي، هو بيحاكي الانسان. وما تعتمدش على الاجابات بتاعته بنسبه 100%، علشان هو اوقات بيطلع اجابات غلط واوقات كتيره جدا. حلو. من ادواته شات جي بي تي وجيميناي. صلي على سيدنا النبي عشان نخش على حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه اللي عايزين نخش عليها وهي لغه ال HTML. والله احنا علينا نفهم معنى اللغه دي ايه او بتعمل لنا ايه. صلي على سيدنا النبي. قال لك والله اللغه ديت لغه البيلدينج، لغه الهيكل. يعني ايه لغه الهيكل؟ يعني صلي على سيدنا النبي، هي لغه هيكليه، لغه بيلدينج. يعني ايه؟ هفهمك.
تعالى معايا تخيل ان احنا هنبني عماره. العماره اللي احنا هنبنيها دي الاول هنجيب طوب ونعمل عمدان ونقفل الايه العماره، صح كده؟ احنا قفلنا الاوضه اهي. حلو. طول ما هي على المحاره كده اهوت وهيكل بس، ده ال HTML. يبقى طول ما هي هيكل بس، بيلدينج بس، يبقى ده ال HTML. هو بيعمل ايه بقى في الموقع؟ قال لك والله ده ممكن يخلي لك مثلا ينظم لك هيكل الصفحه، يجيب لك صوره على اليمين والكلام على شمالها، يجيب لك صوره على الشمال والكلام على يمينها. طيب مين اللي بيظبط الكلام دوت؟ هي لغه ال HTML. طيب احنا عندنا لغه ثانيه اسمها ال CSS، ودي لغه الديزاين، دي لغه الايه الديزاين، دي بتاعت الكلر والفونتس، بتاعت الكلر والايه والفونتس، بتاعت الكلر والايه والفونتس، يعني الوان وخطوط. حلو. يبقى ده شكل الصفحه، وده هيكل الصفحه، ده الديزاين وده البيلدينج. حلو. قال لك والله انا عندي في ال HTML 2 تاج مهمين قوي. لا افهم بقى يعني ايه تاج الاول، لو انت تقول الكلام كده ويعدي عليا وانا ما افهموش، صلي على سيدنا النبي وانا افهمك اخويا، ما تكترش في الكلام. انا عندي حاجه اسمها التاجز. تعالى بس نمسح ايه الكلام ده عشان يبقى عندنا مكان. والله قال لك ان التاج ديت لها وظيفة بتأديها في لغة ال HTML. يعني ايه هندسة مش فاهم؟ قال لك يعني والله انا عايز اعمل هيدنج، عنوان. اعمل هيدنج ازاي؟ بستخدم تاج معين وهو اسمه ال H1. طب التاج بيتكتب ازاي؟ قال لك والله بيتكتب بين علامتين اكبر واصغر كده اهوت، وبتكتب العنوان هنا اللي انت عايزه، وبعد كده بتقفل. طب بتقفل ازاي؟ بشرطه مايله بعد كده H1 والعلامتين اكبر واصغر، كده انت قفلت. طيب ايه اهم 2 تاج عندنا؟ والله قال لك اهم 2 تاج عندك هو ال H1 بتاع الهيدنج، وتاج تاني اسمه بي بتاع الباراجراف او الفقره النصيه. يبقى ده بتاع الهيدنج وده بتاع الباراجراف. ركز مع اخوك بالله عليك، والله الكلام ده هيوفر علينا وقت كتير قوي. خلي بالك مفيش حد مهتم باللغات ومفيش حد بيعمل اللي احنا بنعمله ده، فصلي على سيدنا النبي. وفونتس ال HTML بتاعت البيلدينج. حلو الكلام. يلا نكمل. دي الاسئله مش عايزينها دلوقتي، عايزين بس فاضل حاجه بسيطه نشرحها. الجافا سكريبت. اول ما يجيب لك يا اخويا سيره الجافا سكريبت بقى تعالى نتكلم عليها الاول وافهمها لك. طبعا في ناس كتير اتفرجت علينا الترم الاولاني واحنا بنشرح جافا سكريبت. طب دي بتعمل ايه اصلا في الصفحه؟ تعالى افكرك، ولو انت اصلا مش فاكر تعالى افهمك، او لو انت ما حضرتهاش تعالى اقول لك. بص يا اخويا، الجافا سكريبت دي بتدي للصفحه تفاعل. يعني ايه تفاعل؟ انتراكتيف. يعني ايه؟ يعني دي بتعمل صفحه تفاعليه، صفحه انتراكتيف. مثال، انا عايز مثال عليه يا هندسه. بص يا صاحبي، احنا اوقات بنخش مواقع بنلاقي زرار كده مكتوب عليه لوجن، صح الكلام؟ ده زرار اسمه عندنا بوتون. اسمه ايه؟ اسمه بوتون. اسمه ايه؟ اسمه بوتون. هو بيبقى بان لك كده ان هو لونه احمر او لونه ابيض. انت لما سعادتك بتدوس عليه لونه بيتغير. شفت لما لونه اتغير؟ ده اسمه التفاعل. ده اسمه ايه؟ التفاعل. ده اللي اسمه الانتراكتيف. حلو. يبقى ما دام في انتراكتيف يبقى في ايه؟ جافا سكريبت. في انتراكتيف يبقى في ايه؟ جافا سكريبت. حلو الكلام. والزرار عندنا اسمه ايه؟ بوتون. حلو الكلام. حد عنده مشكله؟ لا. تعال نحل بقى. صلي على سيدنا النبي. نجيب كده اول سؤال معانا ونسمي الله. الحل بقى اسهل بكتير وهتشوف الكلام ده يفرق معانا ازاي. اللي بيقول لك الفيربل ان بروجرامينج از يوزد تو. يعني ايه فيربل؟ معلش تعالى اقولها لك واشرحها لك وبعد كده انت تشرحها. قال لك الفيربل ده عامل زي الصندوق. عامل زي ايه؟ زي الصندوق اهو. بنخزن جواه قيمه، بنستور قيمه. يبقى الفاريبل بنخزن جواه قيمه، يعني بنستورها فاليو. بنستورها ليه؟ فاليو. حلو الكلام. طيب
generative AI relies on، بيقول لك ال AI بيعتمد على ايه؟ قلت لك prediction. اهي حلو. The language responsible for building the structure building مين؟ ال HTML. ال CSS is used for design. بص الحل سهل ازاي؟ حلو الكلام. assign a value to variable. انا لما اسند قيمه، assign دي يعني مثلا اسناد قيمه. لما اسند قيمه يبقى بعطيها قيمه، يبقى giving the variable. ال AI does not real human. ال H1 ده بتاع ايه؟ ياض لو فاكر الهيدنج. لسه قايل لك عندنا تو تاج، ال H1 بتاعت الايه؟ الهيدنج، وعندنا تاج اسمه البي بتاع الباراجراف. Which property is used to change to text color. ايه اللي بيغير الوان؟ الكالر. ده في كود السي اس اس. حضرتك لما تيجي تكتب الكود السي اس اس مثلا انا عايز اغير كلمه مثلا هنا مثلا بي، ومع كده نكتب هلو. بص ركز مع اخوك هنا. بعد كده قفلنا بي تاني، كلمه هلو اتكتبت صح؟ كلمه هلو الديفولت بتاعها بيبقى اسود. طب انا عايز اغير لونها للون الاحمر. ما دام انا عايز العب في الالوان، يبقى هلعب بانهي لغه؟ هلعب بالسي اس اس. جدع، اللي هي بتاعت الديزاين، بتاعت الكالرز، بتاعت الفونتس. حلو الكلام ده. طيب ازاي اكتب كود السي اس اس؟ انت والله بتختاره من التاج بتاعه. بتختاره من ايه؟ من التاج بتاعه. لا قولها 10 مرات. بتكتب الكود السي اس اس بتبدا بالايه؟ بالتاج بتاعه. بالتاج بتاعه. طب مثلا ده بي اهو، ده التاج، وافتح كيرل براكت واقفل كيرل براكت واكتب جوه. والله انا عايز اغير اللون، بكتب كلمه اسمها color ونقطتين فوق بعض. مثلا عايز تغير للون ايه؟ بلو مثلا، فبتكتب بلو وبتقفل بالسيمي كولن. كده يبقى انت غيرت لون الكلمه دي من خلال كود سي اس اس. حلو الكلام. ماشي، يلا بينا نكمل. an example for AI tool in ايه AI tool هنا. انا ما قلتلكش غير عندك اداتين، شات جي بي تي وجيميناي. دول اشهر اتنين واللي كتاب المدرسه قال لك عليهم. طيب التاج بي، مين الصايع اللي لسه فاكر؟ التاج بي ده بتاع ايه؟ التكست باراجراف. حلو الكلام. يلا بينا على الصفحه اللي بعديها. السؤال اللي بعده بيقول لي يعني external CSS file linked to an HTML page. طيب صلي على سيدنا النبي، تعالى افهمك يعني ايه external CSS. بص يا اخويا، لو انت صايع كده من بتوع العيال اللي هم بيقعدوا على الكمبيوترات والكلام ده، مثلا لو انت ديزاينر مش ممكن تجيب ديزاين جاهز وتعدل عليه؟ صح؟ مش انت ممكن مثلا بيبقى في مثلا لو انت ليك في المونتاج وكده، بيبقى في حاجه اسمها قوالب بتاخدها وتعدل عليها، تغير صوره، تغير اغنيه، تغير كلام، صح؟ دي بتبقى حاجات جاهزه، بتبقى فايلات جاهزه وانت بتعدل عليها. برضو في السي اس اس في فايلات جاهزه اكسترنال سي اس اس. طب انت تربطه ازاي بالاتش تي ام ال؟ بنربطه بحاجه اسمها لينك، بتاج اسمه ايه؟ لينك. ده بتقدر تربط بيه السي اس اس الملف الخارجي مع الاتش تي ام ال بيج. اوكي، يلا نخش على بعض. وات ذا فانكشن اوف ذا جافا سكريبت ويزن ويب بيجز. الجافا سكريبت، اول لما جاب لك سيره الجافا سكريبت قلت لك هتفتكر كلمه واحده وهي الانتراكتيف. انتراكتيف يبقى making the page interactive. The ID attribute is used in HTML. دي بقى اعرفها معايا دلوقتي. ال ID attribute identify unique element. The function document get element by ID. لسه شارحينها حالا دي في ال HTML. يلا بقى بينا يبقى access an HTML element. حلو. The text content property is used to. text content دي بتغير المحتوى، بتشينج. يعني ايه بقى؟ تعال دور معايا كده. change the text content. Which element is used to execute an action when clicked. بص يا صاحبي، ايه اللي بيعمل فيه اكشن وانت بتدوس عليه؟ لسه قايلها لك. لما يبقى عندك زرار اسمه ايه؟ اسمه لوجن، وبيعمل عنده مثلا اكشن او بيتغير، بتدوس عليه عند النقر، اسمه ايه؟ اسمه بوتون. حلو الكلام. The one click event. one click يا باشا يبقى clicking on the element.
The goal of using JavaScript with HTML. الجافا سكريبت مع ال HTML بتعمل ايه؟ بتعمل انتراكتيف. يلا دور معايا كده. دور معايا كده. add interaction with the user which code the correct for changing an element. تكست لسه قايلينها اسمها تكست ايه؟ اسمها تكست ايه؟ تكست كونتنت. دور عليها هتلاقي هي الاجابه دي. تكست كونتنت. To change the text size دي اعرفها دلوقتي. text size يبقى style font size. حلو. Which of the following makes the page respond to user action. مين اللي بيستجيب للمستخدم؟ الاكشنز بتاعت مين؟ بتاعت الجافا سكريبت. اخر صفحه معانا. سمي الله. ماشي. اول سؤال واتساب في اللينكد بوتون جافا سكريبت كود. البوتون مع جافا سكريبت كود بيعمل ايه؟ بيعمل انتراكشن. طب تعال نشوف طب ادنج انتراكشن اهو. طيب which of the following correct example of the interactive web page. interactive web page. طب يلا مين اللي بيعمل انتراكتيف؟ يلا اقرا الاول. ها a page containing only text فقط؟ لا. a page with static images static صفحه static؟ لا. طيب a page with content changes upon clicking. ايوه هو ده. ان انا مثلا لما بكليك على مثلا الزرار بيتغير معايا بيستجيب معايا. حلو مش ثابت. صلى على سيدنا النبي. الاي اي used to creating static web. هو انا عشان اعمل صفحه ستاتيك قلت لك بستخدم ايه؟ بستخدم ال HTML وال CSS. طب دور معايا كده على الكلام ده اهو. Generative AI helps create interactive. ما دام فيها interactive يبقى دور على حاجه واحده وهي الجافا سكريبت. دور معايا كده على الجافا سكريبت. Generating JavaScript code. حلو. Which element makes page interactive when used with JavaScript. ايه اللي بيعمل interactive مع الجافا سكريبت؟ الزرار البوتون. حلو. When using AI to create a static web page you must specify the desert layout and content. صلى على سيدنا النبي. The primary language suggested by AI في البيلد قلت لك مين البيلد؟ الهيكل. مين ال HTML. انا interactive page دور response to user بتستجيب لاكشن بتاع اليوزر. حلو. السؤال اللي بعده which of the following is an example of interaction. هو عايز مثال على الانتراكشن على البيج الانتراكشن. displaying a static image؟ لا. any changing text ما بتتغيرش؟ لا. changing text when a button is clicked؟ ايوه هو ده. الحمد لله.